السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايبه لكم كيكه اقتصاديه جدا جدا. كيكه عجيبه يعني سموها كده عشان هتتعمل من غير بيض ومن غير حليب، وبتطلع نتيجتها ان شاء الله حلوه جدا. طبعا حلوه جدا للناس اللي عندهم حساسيه من البيض، وكمان الناس اللي عندها حساسيه من الحليب هيعملوها بمنتهى السهوله. وبمقادير متوفره في كل بيت ان شاء الله، وسهله وبسيطه. وبصوا هشة واسفنجية وحلوة جدا جدا، يعني اتمنى تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم فيها في الكومنتات. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف وصفتنا عبارة عن ايه. معايا هنا المقادير بتاعتي: كوباية ونص دقيق منخول، لازم طبعا يكون منخول كويس، وكوباية سكر، وكوباية ونص مية، ونص كوباية زيت، ونص كوباية كاكاو خام مر طبعا او 3 معالق، وكيس بيكنج باودر وفانيليا. اول حاجه هنا جبت البوله وحطيت فيها كوبايه ونص من الميه. طبعا اللي حابب يعملها بالحليب طبعا يعني عادي يستبدل الميه بالحليب، بس احنا عاملينها اقتصاديه جدا عشان اي حد يقدر يعملها. يبقى حطيت كوبايه ونص من الميه، ونص كوبايه الزيت، وكوبايه السكر، وهخلط كل المكونات مع بعض. وطبعا كمان حطيت الفانيليا، يعني حتى كمان لو مفيش بيض بس برضو الفانيليا ضروريه جدا. وخلطتهم كويس بالمضرب السلك. طبعا عادي لو حابه تكملي الوصفه على طول بالمضرب السلك تمام، بس انا عملتها بالهاند بلندر عشان السكر يختلط كويس. لو حابه تحطي كله في الخلاط عادي برضو، عشان بس السكر يختلط كويس. وزي ما قلت لكم لو حابه تكمليها بالمضرب السلك عادي برضو. يعني ايه، بس هتاخد معاكي بقى شويه وقت كده عشان ايه السكر يدوب. وهنا بقى زي ما قلت لكم جبت الهاند بلندر عشان اخلط السكر. هنا بقى كان السكر داب كويس جدا معايا. وهنا بقى كان السكر داب خلاص، هحط بقى عليهم نص كوبايه الكاكاو. حطيت نص كوبايه الكاكاو، وهحط الدقيق. طبعا زي ما قلت لكم الدقيق لازم يكون منخول كويس. حطيت كده بحطهم بالتدريج يعني. حطيت نص كميه الدقيق، وحطيت كيس البيكنج باودر، وكمان كنت حاطه مع الدقيق رشه ملح. وخلطت كل المكونات مع بعض، وهوريكم دلوقتي سمك الكيكه المطلوبه. السمك بتاعها مش بيبقى لا تقيل ولا خفيف، بيبقى سمك كده معين هوريه لكم دلوقتي. وهو ده السمك المطلوب بتاع الكيكه. بصوا القوام عامل ازاي، لا تقيل ولا خفيف. يعني هو ده سمك الكيكه المطلوب اللي احنا عاوزينه. وهجيب بقى صينيه جرانيت وهدهنها زيت كويس. جبت صينيه جرانيت، طبعا اي صينيه عندك تستعمليها عادي، دهنتها زيت كويس. طبعا لو حابه تدهني سمنه عادي، اي ماده دهنيه عندك ادهني، بس القالب عشان ما تلزقش، يعني لازم تدهني اي ماده عشان ما تلزقش فيها. وهنا بقى بعمل صوص الشوكولاته اللي هنزين بيه. معايا نص كوبايه سكر، ونص كوبايه زيت، ونص كوبايه لبن، ومعلقتين كاكاو وفانيليا. وفي الخلاط بقى حطيت اللبن، وهحط كمان السكر. بجد صوص الشوكولاته ده بيبقى حلو قوي وبيخلي الكيكه تحفه، يعني بتبقى تحفه جدا. وحطيت كمان معلقتين الكاكاو، وحطيت كيس فانيليا، وخلطتهم كويس. ونص كوبايه الزيت بقى هنزلهم كده بسيط عشان ايه كله يختلط مع بعضه كويس. سرسوب كده الزيت بينزل. وطبعا الفرن شغال على درجه حراره 180، انا مشغلاه طبعا قبل ما اشتغل في الكيكه. درجه حراره 180. هدخلها الفرن بقى لحد ما تستوي، وهسيبها تهدى بقى. وبصوا هو ده القوام الحلو قوي لصوص الشوكولاته، بجد تحفة جدا. وبعد كده بقى حطيت كل كمية صوص الشوكولاتة في الكوباية، وهسيبه بقى في التلاجة لحد ما الكيكة تبرد خالص، يعني الكيكة تهدى كده من الفرن. وبعد كده هبقى زينها. بجد تحفة جدا صوص الشوكولاتة ده لتزيين اي حاجة، اي كيكة، اي تورته، اي حاجة بيبقى حلوة قوي.
وهنا بقى كانت الكيكه طلعت من الفرن وكانت تحفه جدا، واختبرتها طبعا بالخله وكانت استوت، ونقلتها بقى في طبق التقديم. وصوص الشوكولاته طلعته من التلاجة حطيت كل الكميه على الكيكه وفردتها عليها، وبقت حلوه قوي بجد يا جماعه. جربوا الكيكه دي حلوه قوي، اولا اقتصاديه وطعمها تحفه جدا، وباي كاكاو عندك موجود في البيت، يعني سهله جدا. يعني حتى لو مش عندك كاكاو انت ممكن تشتري الكاكاو وبس، وكده كده كل حاجه عندك في البيت بقى، الزيت، السكر، الميه، يعني الفانيليا، يعني ممكن تجيبي الفانيليا والكاكاو والدقيق. بس بجد وصفة حلوة قوي وتحفة بجد، انا جربتها وعجبتني قوي، فقلت لازم اشاركها معاكم هتعجبكم لو جربتوها باذن الله. هنا بقى كنت فردت كل كمية الشوكولاتة على الكيكة. طبعا لو حابة تسقي الكيكة اسقيها عادي، انا صراحة كانت هشة قوي معايا وكانت حلوة فما احتاجتش ان انا اسقيها. طبعا لو عندك بقى نسكافيه او اي حاجة ممكن تسقي الكيكة بيها، لو مش عندك نسكافيه ممكن تجيبي نص كوبايه لبن وتحطي عليها معلقه كاكاو مثلا وشويه سكر وتقلبيهم كويس، وتخرمي الكيكه كده بالخله او بسكينه اي حاجه، تسقي الكيكه بقى باللبن ده او النسكافيه، وهتبقى حلوه قوي. بس انا صراحه ما عملتش الخطوه دي عشان حسيتها اصلا ان هي هشه واسفنجيه وكانت حلوه، يعني ما كانتش محتاجه، وكمان اتشربت من صوص الشوكولاته فكانت طعمها حلوه قوي قوي. وهنا بقى كنت زينت كل الكميه، وكمان والله اتفضل معايا شويه شوكولاته كمان في الكوبايه، يعني هحتاجهم في اي وصفه تانية. وزينتهم كده بشويه سوداني مجروش كان عندي، يعني حابه تزيني تمام، مش حابه عادي برضو، هي اصلا حلوه جدا ومش محتاجه حاجه. وانا بقى كنت قطعت كده مثلث وحطيته في طبق التقديم، بجد حلوه قوي وهشه واسفنجيه واقتصاديه، واتمنى تجربوها وان شاء الله هتعجبكم. بصوا الجمال، هشه جدا وطعمها حلو قوي، واكننا اصلا يعني اكنك بتاكلي جاتوه، والله اكنك بتاكلي جاتوه، وتحفه جدا. اتمنى بقى فيديو النهارده يعجبكم، ومتنسونيش في اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم مني اي فيديو جديد بنزله ان شاء الله. والقاكم في فيديو جديد تاني، ومع السلامه.